ما غتيقوش شنو وقع لهاد الاشخاص اللي هبطوا يشوفوا سفينة تيتانيك الاسطورية. نزلوا باش يشوفوا الحطام ديال سفينة تيتانيك، ما كانوش عارفين بلي حتى هما غيبقاو تما. تخيل معايا تكون عندك ثروة هائلة، ملايير الدولارات، بطبيعة الحال غيكون عندك امتياز باش دير حوايج ماشي كلشي يقدر يديرهم، بحال تهبط تشوف سفينة تيتانيك اللي داز عليها سنين، غواصة تيتان اللي طرات ليها مأساة واللي دارت ضجة في العالم كامل. تايتن تيتان تايتان تايتن 5 الأشخاص بعد ما كانوا سياح لسفينة تيتانيك ولاو دابا هما المكان السياحي بحد ذاته. غواصة هزة 5 د الركاب ومنهم الرئيس ديال الشركة اللي صنعات هاد الغواصة. والمشكلة أن مرت هاد الرئيس اللي سميتها ويندي راش هي حفيدة ديال جوج أثرياء كانوا ضمن سفينة تيتانيك في 1912، وغدور الأيام وغتفقد الزوج ديالها بنفس الطريقة. اشنو القصة ديال هاد الغواصة وشكون هما الناس اللي كانوا فيها وشحال خلصوا باش يهبطوا يشوفوا سفينة تيتانيك، وتفاصيل أخرى غنتعرفوا عليها في هاد الفيديو. وجات ليا قهوة ديالك واجي باش تولي في اخبارك. 18 يونيو 2023 شركة أوشن جيت أكدت بلي غواصة تيتان جاهزة باش تاخد 5 الناس في رحلة العمر. وهذه الرحلة كانت باش يشوفوا سفينة تيتانيك اللي غرقات هذه 111 عام في المحيط الأطلسي. والشرط الوحيد اللي كان عندها هو أن هاد الناس اللي غيركبوا فيها واللي هما 5 خاصهم يخلصوا 250 ألف دولار للواحد، اللي هي 250 مليون سنتيم. وبالنسبة لوحدين لاباس عليهم هاد الفلوس راه كيوالو، ولكن حذروهم أن هاد الغواصة غتجري بيا. بمعنى آخر إلا وقعت لهم شي حاجة الشركة ما مسؤولة على والو. وللإشارة غينزلوا 4000 متر تحت الماء، مسافة اللي بعيدة بزاف، حيت سفينة تيتانيك كاينة تحت 3800 متر تحت الماء، أعمق من مكان تواجد الحوت الأزرق. Well, we started building and designing the Cyclops 2 submersible that will take these 5 people down on every dive over 7 years ago. We identified the Titanic as sort of the key marquee dive to do next year. So I've been waiting. الشركة زودت هاد الغواصة بالأكسجين اللي غيكفيهم لمدة 4 أيام، والرحلة كان من المفروض تستغرق 2 حتى 3 سوايع. ونظريا ما كاين حتى شي خطر، ولكن شكون كان كيتوقع ان 3 سوايع غتولي 4 أيام. وهاد 5 الناس شاهزاد داوود، واحد من اغنى الناس في باكستان، وولده سليمان داوود، بالاضافه للمستكشف الفرنسي بول هنري، والمليونير البريطاني هاميش هاردي، واخيرا الرئيس التنفيذي لشركه اوشن جيت ستوكتون راش. الرئيس ديال هاد الشركة حتى هو كان معاهم في هاد الرحلة. ونهار الحد 18 يونيو 2023 هاد ال5 دخلوا الغواصة ونزلوا تحت الماء، ولكن من بعد ساعة تقريبا ما بقاش حتى اتصال بين الغواصة والشركة، بمعنى أن الغواصة دخلات لأعماق المحيط الأطلسي. تخيل معايا انت في أعماق المحيط الأطلسي وما كاين حتى اتصال بينك وبين العالم الخارجي، غير انت والظلام والحيتان، وبينك وبين الموت غير ساعات قليلة. قد ما كيدوز الوقت قد ما كتحس بتاعتك قربات. العبارة التي نسمعها باستمرار هي فقدوا الاتصالات. هناك احتمال أنهم خارج النطاق وأنهم عادوا إلى السطح ولم يعد لديهم اتصال لاسلكي، لكن ذلك مستبعد لحد كبير. أعتقد أنهم قد يكونوا عالقين في قاع المحيط، ربما حدث هناك تشقق وتسربت المياه إلى المقصورة. وطبعا الغواصة ميمكنش تحل من الداخل من غير إلا حلها شي واحد من برا. أول ما تقطع الاتصال الدنيا ترونات، حيت الشركة بلغات السلطات أنه داز 8 سوايع وباقي ما طلعوش، في حين أن الرحلة كان من المفترض
تستغرق غير 2 سوايع، ولاحوا مستقبلات الصوت في الماء باش يعرفوا المكان ديالهم. ولكن واخا هكاك ما قدروش يعرفوا المكان ديالهم. 5 الناس ما كان حتى حد عارف بلاصتهم وسط غواصة في وسط المحيط الأطلسي اللي المساحة ديالو أكثر من 160 مليون كيلومتر. 5 الناس كانوا عارفين باللي كل ما الوقت كيدوز كل ما الموت كان قريب. ولد شاهزاد ما كانش باغي يمشي معاه حيت كان خايف، ولكن باه في الاخر قنعو باش يمشي معاه. واحد اخر كان بغى يعيش تحدي جديد ويسوق للشركة ديالو عن طريق هاد المغامرة. وجوج وحدين اخرين كانوا فقط باغيين يشوفوا سفينة تيتانيك. ولكن كلشي ماشي مهم دابا، كاع دوك الفلوس اللي كانوا معاهم ماشي مهمين دابا، حيت نهار الخميس 22 يونيو 2023 كان نهار اللي متوقع يسالي لهم اكسجين في الغواصة من بعد ما دازت 4 ايام. ولكن اخر معلومات اللي عرفوها هو انه لقاو اجزاء من الغواصة في الماء، وهذا الجزء كيكون في حالة واحدة، هو إلى انفجرت الغواصة بقوة الضغط. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكلة هو أنه إلى انفجرت الغواصة غتكون تسمع الصوت في دوك مستقبلات الصوت اللي لاحوهم في الماء، ولكن ما تسمع والو. هادشي غريب.